يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب علينا وعليكم ان شاء الله. معلش انا ما نزلتش فيديوهات في اول رمضان عشان كان عندي مشكلة في النت. فدلوقتي يلا بينا بقى عشان خاطر ندخل على شغل رمضان. والحاجات الكتير اللي احنا هنعملها كمان في الفيديو. طبعا الفيديو ده بيكون متقطع فيه حاجات كتير جدا، الحاجات دي طبعا بتاخد ساعات كبيرة جدا جدا في الشغل. فيلا بينا نبتدي. طبعا انا عملت عناب. الفرق بين العناب والكركديه ان العناب بيتحط عليه خروب و... والكركديه، وبعد كده بنسيبهم يغلوا على النار كويس جدا ونسيبهم يبردوا، وبعد كده نصفيهم كده زي ما انا ما بصفيهم. بس ده انا عاملاه مركز، احطه في الفريزر في اكياس، بحيث ان انا اطلعه ازوده ميه وسكر وخلاص على كده. مش كل يوم هقف اعمله واغلي الحاجات دي كتير. دوت كركديه على تمر هندي، معلش. التمر هندي ده تمر هندي أسواني، بيتباع كده بالكورة. حلو جدا جدا، أحسن كمان من اللي بيتباع كده في باكت على بعضه. ومش غالي على فكرة، بس ده مركز. بصوا أنا حطيته كده في أكياس، غير إن أنا عملت كمان منه شفشق. دول كده مركزين هيتعانوا في الفريزر. وقت ما تحتاجيه هتطلعي وتزوديه بس شوية مية وسكر وخلاص على كده. يفضل بقى معاكي نص رمضان لآخر رمضان، يبقى عندك الحاجة موجودة في التلاجة، غير الحاجات كمان اللي احنا مفرزينها. ده كده كمان العرقسوس دوت انا ما بعملهوش برضو كل يوم، يعني قولوا مثلا بعمله كل اسبوع، بحيث انه ما يحمضش مني اكتر من كده. لانه لما انتوا عارفين العرقسوس بيحمض بسرعة يعني. بحط عليه الكربوناتو، حط عليه يعني ده في حدود ربع كيلو، حط عليه في حدود معلقة معلقة شاي كبيرة، معلقة شاي مليانة يعني. وابتدي ان انا افركه كده بشوية مية وهسيبه شوية. لو في شمس هطلعه في الشمس، ما فيش شمس عادي لو سبتيه كده على جنب هيبتدي لونه ان هو يغمق. اهم حاجة وانتي بتاخدي منه ما تبليهوش مية، علشان ما يحمضش معاكي، لان العرقسوس اول ما يتبل ميه ملوش روح، هو بعد كام ساعه بيبوظ على طول يعني. فهبتدي ان انا اخد منه بالمعلقه كل يوم، بحيث ان انا ما يحمضش مني، يقعد معايا اسبوع ويكفي يعني. برضو حبيت ان انا ابتدي بالحلويات والعصاير والكلام ده كله، بحيث ان الحاجه دي خلاص تبقى خلصت، ما تعطلنيش بقى وانا بعمل الاكل. هنا انا كان معايا نص كيلو كنافه. طبعا بناتي بيساعدوني، ربنا يخليهم ليا، وقبل كمان ما يساعدوني والله دي حاجات بتفضل في الذاكره لما يكبروا يعني. هيقولوا اه لا احنا كنا بنعمل كذا كنا بنعمل كذا. فبصراحه المساعده قبل ما تبقى لينا هي ليهم. فربنا يحميهم يا رب ويخليهم لينا يعني ان شاء الله. هنا انا الفيديو ده كله بدلت فيه حلل وصواني وحاجات كتيرة خالص. بعد ما كنت هعمل لهم الكنافة بالمهلبية، قالوا لا احنا عايزينها بالمانجا، فخلاص ابتديت ان انا اغير الصينية بقى، علشان خاطر اعمل الكنافة تكون رفيعة وتقرمش، علشان بالمهلبية بتبقى تخينة، بتبقى نص مهلبية وطبقة كنافة تانية. فكنت هعملها في الصينية التانية. هنا بقى انا كان معايا نص كيلو كنافة، حطيت عليه سمنة متسيحة وفركناها كويس جدا، وفركناها ودلوقتي بنكبسها كويس. ما عندكيش دي ممكن بظهر الكوباية عادي وتكبسيها كويس جدا. دخليها الفرن تتحمر و... وبعدين هنبتدي ايه نفركها علشان المانجا يعني. ممكن تحطي عليها الكريم شانتيه من على الوش، وممكن احنا هنكسرها، مش هنسيبها كده يعني. انا بعمل اللي هم عايزينه، بحيث ان كل واحد يكون مرضي في الحاجة اللي هو هياكلها يعني. مش اهم حاجة عندي الحاجة اللي انا عايزاها وخلاص، لا، يعني كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. هنا بقى خلاص دخلنا في الجد. انا المحاشي بحاول بقدر الامكان اني احشيها قبلها بيوم. بصراحة ما بقدرش الحشو كله يكون في يوم واحد والتسوية وكل الحاجات دي. بس طبعا لو مضطرة بضطر طبعا عادي احشي في نفس اليوم، مفيش اي مشاكل. هنا طبعا الحاجات المتفرزة اللي احنا فرزناها قبل رمضان مع بعض بصراحة بتسهل عليكي المواضيع دي كلها. ما فيش، انا حطيت زيت، قطعة بصل من اللي متفرزة، كيس طماطم من اللي متفرز، حط يا دوبك خد غلوتين على النار ونزلت عليه بكل التوابل.
ملح، فلفل اسود. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا كل خلطة محشي عندي ليها طريقة معينة. يعني مثلا انا كده احط ملح وفلفل اسود وشوية شطة وخلاص. وانا بحشي بقى ببتدي اقسم الليلة بتاعتي خالص. ببتدي اقسم مثلا خلطة ورق العنب اهو كده زي ما انتوا شايفين معايا. دي خلطة مثلا الورق العنب، هحط لها حتة توم، هحط لها ليمون، هحط لها شوية شطة مثلا كده. لكن ما بحبش كله يكون زي بعضه. مثلا زي الكرنب مثلا احط له شويه كمون، لكن ما بحطش كمون للورق العنب. فكل خلطه عندي، في كل حشو عندي ليه خلطه معينه. هنا انا جبت لحمه، اللحمه دي خليت الراجل يقطعها لي زي البفتيك ستيك كده. وقلت له عايزاها تكون متبططه كويس. اللحمه دي لحمه بلدي انا جبتها، وقلت ايه اتبلها برضو من قبلها بيوم. تبلتها ببصله وملح وفلفل اسود وشويه 7 بهارات بس كده. والبصل كده قطعته جوانح كده زي ما انتم شايفين، علشان خاطر هحتاجه يعني. بس وسبتها في التلاجة طول الليل. طلعتها اديتها صدمة على النار من وش ده والوش ده كده زي ما انتم شايفين. وبرده شوحت البصل وهحطه من تحت الورق العنب زي ما انتم شايفين كده. انا حشيت الكرنب، بس للأسف هنشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. يعني مش عارفة ليه كان في تبديل كتير جدا في الحاجات دي. حسيت ان الطاجن هياخد معايا وقت جامد جدا جدا في الفرن، على علم ان انا عملته كتير جدا. بس حسيت ان الوقت مش هيسعفني في ان الحاجة تستوي بسرعة. وخلاص بصوا، حطيت اللحمة من تحت، حطيت البصل، هرص الورق العنب برضو. وانا برص الورق العنب هلاقي برضو ان الوقت مش هيسعفني. وبعدين دول طاجنين والفرن عندي صغير. بدلت كل ده بعد ما رصيته وحطيته في الحلل، في الطواجن. قلت لا خلاص انا هبدل واحط تاني ايه في الحلال. بقول لكم الفيديو ده كله تبديل ليه مش عارفة بصراحة. بصوا خلاص كنت ابتديت ان انا ارص يعني، مفيش حاجة خلاص معطلاني. بس معلش يعني، كان كان شيء ولابد منه ان احنا لازم نغيره. الحاجات لما بنحاول ان احنا نعملها من بالليل بتوفر علينا مجهود كبير جدا جدا الصبح. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الورق العنب نقلته في حلة، والكرنب برضو نقلته في حلة. بالنسبة للتسوية للورق العنب والكرنب، انا ما بحبش التسوية تكون يعني قوي. احس ان الكرنب مثلا ما بيتقطمش كده، يعني كله يبقى مستوي زيادة عن اللزوم. لا، ما بحبش التسوية دي. انا الكرنب ما بحطلوش ميه، يعني قبل الصباع، قبل الرصه الاخيره زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش شوربه، او الرصه اللي بعدها كمان يبقى طايلها شوربه حاجه بسيطه جدا. بحاول امشي الشوربه رايح جاي كده بالكبشه، او لو بتصبيها بالحله عادي. بس اهم حاجه ان انت تهزي الحله كويس عشان خاطر يخش بين الصوابع الشوربه. ليه ما بزودهوش شوربه؟ لان الورق ده بينزل ميه، يعني هو بينزل ميه قوي يعني. وبالنسبه ان احنا كمان كنا مفرزين الكرنب ده، فالكرنب دوت مش هحط له طبعا شوربه كتير لانه هينزل ميه اكتر لانه كان في الفريزر. طيب دلوقتي لتسقيه الشوربه سخنه ولا ساقعه؟ لا طبعا شوربه ساقعه، لان الكرنب ده قعد في الفريزر، ما ينفعش اديله صدمه بشوربه سخنه، هيجلد مني الرز، هيستوي والكرنب مش هيستوي. لكن الورق العنب مهما قعد في الفريزر، الورق العنب ده انا بسلقه كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش بيشد مني، ما تبقاش ورقته تخينة معايا في الاكل. بصوا بزوده شوربة، ولو كمان اكتر من كده. كان معايا معلقة صلصة حطيتها على الوش، وليمون بقى. بحط ليمون في الخلطة، وبحط ليمون كمان بره وانا بسقي الشوربة بتاعته، لان عندي هما بيحبوا كده. في ناس ما بتحبش مزازة الورق العنب، وفي ناس بتحبوش خالص يعني. كمان عملنا سلطة زبادي لان احنا بنحب ناكل ورق العنب جنبه سلطة زبادي. وعملت كمان صلصة حمراء. صلصة المحشي دي سهلة جدا، ما فيش اسهل منها خالص بصراحة. طبعا برضو هنا كانوا بناتي كانوا بيساعدوني. هنبشر الخيار، وهنحط حتة توم مدقوقة صغيرة، وهنحط علبتين الزبادي وملح وفلفل اسود بس كده. مفيش اكتر من كده ولا اسهل من كده. بس بصراحة حاجة بترطب على القلب وانتي بتاكلي، حاجة تحفة.
وسهلة كمان جدا وحلوة قوي اهو. زي ما انتم شايفين كده بشرنا الخيار، هنحط علبتين زبادي او اكتر يعني براحتك. مثلا كل خيارة قولي بتاخد زبدية، خيارة متوسطة يعني. وسهلة جدا جدا على فكرة، ما فيهاش اي حاجة خالص يعني. اسهل منها بصراحة ما فيش. اهو كده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم هم لما بيساعدونا هم بيتعلموا. آه وان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله باذنك يا رب. كده خلاص هنحط حتة التوم برضو، التوم دوت اللي احنا برضو مفرزينه. كل الحاجات المتفرزة زي ما قلنا قبل كده هي بتسهل علينا وقت ومجهود جبار 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 بصراحة. يعني والله الحاجات المتفرزة في الفريزر، بس في حاجات انا ما بحبش تفرزها كتير قوي يعني. شايفين كده خلاص خلصت معانا سلطة الزبادي. الفراخ مثلا لما بتتفرز وتقعد في الفريزر دي، طبعا برضو الفراخ اللي احنا كنا مفرزينها في الفريزر طلعتها من قبلها بيوم. حطيت لها الشرايح اللي انا كنت مشرحاها في الفراخ في الفيديو اللي قبل كده. حطيت فيها قطع من الزبدة حتت كده صغيرة، وببتدي كده اوقفها على الستاند ده. اهو كده خلاص وقفتها على الستاند، وحطيت فيها الخضار زي ما قلت لكم. كمان انتوا لو حابين ان انتوا تعملوا تحتيها صينيه بطاطس، صينيه تورلي، والفرخه كده تفضل تنزل في الصوص بتاعها، تبقى احلى صينيه تورلي او صينيه بطاطس انتوا هتاكلوها. زي ما انتوا شايفين كده اهو، حطيت فيها الزبده وبحطها في الفرن على حسب وزن الفرخة. بتاخد من ساعة لساعة وربع. بتمسكي الجناح بتاعها كده بتلاقيها استوت. طبعا الصوص بتاع الفراخ ده انا ما برميهوش بصراحة، بستخدمه في حاجات تانية. يعني مثلا ممكن ازوده على شوربة، بيدي طعم للحاجة حلو وتحفة جدا. طب احنا سقينا الشوربة بايه؟ احنا سقينا الشوربة بالعظم اللي احنا كنا سايبينه من الفراخ، اللي انا حطيته في كيس لوحده في الفيديو اللي قبل كده. عملت له شوربة حلوة جدا، وهو يعني نزل الدسامة بتاعته. وبس كده شايفين الجناح ازاي استوى. بس كلها حاجات سهلة وبسيطة جدا. عملنا برضو ملوخية، صلصة المحشي بقى. طبعا ده رز فاض من الحشو، طبعا ده العشق بتاعنا كلنا، بنموت في الرز ده. ممكن ما ناكلش محشي بس ناكله هو. عملت سمبوسة، عملت ملوخية، عملت صلصة المحشي. والكرنب انا ما بحبهوش يكون بين الصوابع كده فيه رز وهو بيتغرف. ده بناء على ان الصباع ما بياخدش رز كتير وانت بتحشي، عشان الرز بيتمدد كده من الجناب. الصلصة المحشي بنحط فصين توم، يا دوبك كده يعني يصفروا سنة. اي حاجة ليها توم هتسيبيها تحمر هيتخلي الاكل طعمه ممرر ومش حلو خالص. بعد كده نروح نازلين عليها بمعلقة خل، ونازلين عليها بالطماطم تاخد غلوتين نتبلها. وخلاص على كده. هنا زي ما انتم شايفين عملنا العصاير، عملت خشاف عشان بس حاجة واحدة بس عشان انا اللي باكله. عملت عصير برتقان برضو من اللي احنا مفرزينه. عملت العناب زي ما انتوا شفتوني معايا في اول الفيديو. وده كان شكل الكنافة خلاص بعد ما خلص. وعملت شوية كده في كب كيك كده حاجة صغننة خالص. وحطيت برضو عليها الكريم شانتيه، وحطيت عليها قطع المانجا. كانت سهلة وحلوة خالص جدا يعني، ما خدتش معانا اي وقت. الكبيرة برضو ممكن ان انتوا تخلوها كبيرة كده، او ممكن تحطوا عليها الكريم شانتيه من فوق والمانجا، او ممكن تكسروها زي ما انا هكسرها. ده كان شكل الكنافة بعد ما خرج. حطيت لها شوية عسل خفاف جدا علشان خاطر ما تكونش مسكرة. انا من الناس اللي ماليش في الحلو قوي، بحب الحلو اللي مش مسكر. بحب الجاتوهات الدارك، ما بحبش الحاجة تكون مسكرة قوي. فبرضو ما بحاولش ان انا اكلهم عندي مسكر جامد قوي. بس كده خلاص هسيبها تتشرب كويس، وبعد كده هبتدي ان انا اكسرها وهحطها في الطاجن كده البايركس زي ما انتوا شايفين. ومن النص احط كريمة، وبعد كده ارجع احط طبقة كمان، واحط زوقها كده بالكريم شانتيه والمانجا. بس كده بصراحة ما كانش فيه اسهل من كده. هو يوم سهل عشان احنا مرتبين له من قبلها. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.